السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل آيس كريم فانيليا أو نحط عليه كراميل أو نسكافيه. هنا معانا كيلو لبن أو كيلو لتر حليب. هنحط عليه 3 معالق كبار نشا على البارد كده، ندوب النشا في اللبن وبعدين نرفعها على النار. اول ما تبتدي تغلي معانا كده ننزل عليها بالسكر. السكر طبعا على حسب الرغبه، بس ما تكترش السكر اوي لو هتحطي كراميل او مربى حليب، وقطعه زبده عشان تديها دسامه وطعم حلو. اول ما يغلي معانا نطفي النار وذره فانيليا. هنقلب بقى كل الكلام ده ونسيبه لحد ما يغلي معانا ونسيبه يبرد. هنجيب كوبايه لبن مثلج ونحط عليها نص كوبايه كريم شانتيه ونص لبن بودره ومعلقتين كريمه لباني لو متاح، ونص كوبايه باستري كريم. هنقلب بنضرب بقى كل الكلام ده وننزل عليه باللبن اللي احنا حاطين عليه النشا وسيبناه يبرد. هنضربه، هنقلته في طبق تاني عشان حسيت ان طبق صغير مش عارفه اضربه فيه. بعد كده نضرب تاني بالمضرب، يعني اللبن اللي احنا عملناه بالنشا سيبناه يبرد، بعد كده حاطين عليه الكريمه اللي احنا ضربناها ونضربهم تاني مع بعض. طعمه حلو جدا وناعم قوي. هنفضل بقى نضرب فيه لحد ما يبقى هش معانا كده. ولو عندك نص معلقه مثبت ايس كريم حطي، تديله برضو اضافه حلوه. هنا بقى عندي مربى حليب، هنا انا عايزاه بطعم الكراميل. لو انت عايزاه كده فانيليا ممكن تاكليه فانيليا كده ساده. هتحبي تطعميه بطعم تاني تحطي مربى حليب، او ممكن تحطي صوص شوكولاته لو عايزاه بطعم الشوكولاته. بتنوعي بقى طبعا من الطعم اللي انت عايزاه، هو كده جاهز معاكي لاي نوع طعم انت عايزاه. هنا حطيت مربى حليب، افضيه بقى. هنا كنت سايبه جزء من غير ما احط عليه مربى حليب، حطيت عليه نسكافيه، دوبت عليه معلقه قهوه سريعه الذوبان في شويه ميه صغيرين وضربتها معاه. هنا بقى بعد ما حطيته ليله كامله في الفريزر، بتطلعي بس بتسيبيه يستخدم مفيش 5 دقايق كده تلاقيه بقى نايم معاكي وسهل جدا في التطليع. طعمه حلو جدا ودايب. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم. شايفين عامل ازاي وناعم وكريمي جدا. هنزينه بقى بصوص كراميل او اي حاجه متاحه عندنا. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد. متنسوش تعليقاتكم عشان نعرف الفيديو عجبكم.